بالله عليكم أنا عايز أسألكم سؤال. لما هي الحضارة المصرية زي ما وصفوها علماء الآثار في الكتب إن هي حضارة أموات، أنا مش جايب الكلام ده من عندي. المنشآت اللي عُثر عليها في مصر القديمة كلها بتقول كده، يا إما معبد وادي لتحنيط الجثث، يا إما معبد جنزي لإقامة الشعائر الجنزية على الجثث، يا إما معبد تخليد ذكرى لإحياء ذكرى المتوفى، يا إما مقبرة. دي المنشآت اللي عُثر عليها من مصر القديمة، يا إما معابد تخُص آلهة متعددة عشان كانوا وثنيين. أنا مش عارف إزاي المصريين القدماء كان شعب عايش عشان يموت ووثني. إيه الفكرة دي؟ تتّفق مع بعضها إزاي؟ يعني هو شعب مُدرك إن حياته ما لهاش قيمة للدرجة دي، لدرجة إن هو قاعد بيجهّز للموت بس، ما بيعملش حاجة غير إنه يجهّز للموت. إزاي الشعب اللي بيفكّر بهذه الطريقة يبقى وثني؟ اللي هو عامل حسابه إن هو بيجهّز في حياته للموت. كمان نسأل علماء الآثار، طب إمتى اتبنت الحضارة دي؟ لمّا هم ناس موتى كل المنشآت بتاعتهم تخُص الموت، حتى كتابهم اللي هو بير إم هيرو الخروج للنور أو الخروج للنهار سميتوه كتاب الموتى. أنتم نعتوهم بالموتى ووصفتوا كل حاجة عندهم بتتعلق بالموت، وهم ما بيعملوش أي حاجة غير إن هم بيجهّزوا للموت، ومؤمنين بآلهة متفرقة، وقاعدين بيتعبدوا لآلهة متفرقة. طيب إمتى اتبنت الحضارة المصرية القديمة؟ لما الناس دي كانت كده موتى، لما الناس دول كان كل ما هو مسيطر على فكرهم الموت. طب بنوا الحضارة دي إمتى؟ الحضارة اللي موقفانا دلوقتي إحنا في منتهى الحيرة والإعجاز علشان مش فاهمين هم عملوا الكلام ده إزاي؟ إزاي أنشأوا المنشآت دي؟ إزاي كان عندهم العلوم المتطورة دي؟ إزاي كان عندهم الفكر الراقي ده؟ كل اللي محيرنا ده دلوقتي لا يتفق إطلاقا مع ما هو مكتوب في كتب الآثار من أن المصريين القدماء كانت لهم حضارة بتاعة موتى، كانوا ناس عايشة علشان تموت. الكلام ده لازم يعاد التفكير فيه. أرجوكم فكروا في الكلام ده تاني واسألوا علماء الآثار، أنت جبت منين حضرتك الدليل على أن المعبد اللي أنت بتقول عليه معبد وادي ده هو معبد وادي؟ هل في نص حضرتك مكتوب ولا أنت حضرتك اللي افترضت هذا الافتراض؟ طيب منين جبت إن ده معبد جنزي؟ هل برضه في نص مكتوب؟ ومعابد تخليد الذكر والمقابر كل حاجة بيتقال عليها مقابر. طيب هل حضرتك في كل ما تقول عليه مقابر في نصوص تخص الدفن فعلا، وفي فعلا منشأة مخصصة للدفن، ولا حضرتك افترضت هذا الكلام؟ أرجوكوا عيدوا النظر في هذا الكلام، اسألوا، لأن حضارة المصريين القدماء ليست حضارة موتى بل حضارة أحياء بامتياز، أدركوا أن الموت قيمة في الحياة وإنه واقع وحقيقة، ولكنهم أعدوا ليه تماما كما إنهم اهتموا بمفردات حياتهم تماما، ولذلك أنشأوا هذه الحضارة اللي موقفانا لحد دلوقتي في حالة حيرة وإعجاز وعدم إدراك لما فعلوا. شكرا لكم.